والمواقع شوشت على الصواريخ الإسرائيلية ففقدت أهدافها. وفي الحقيقة فإن الصواريخ نفسها خلقت المشوشات لنفسها. تجدر الإشارة إلى أننا عملنا مع جميع الضباط والقادة العسكريين المصريين بكل تفاهم وود، وخصوصا مع رئيس أركان حرب القوات الجوية اللواء علي بغدادي واللواء محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي وحسني مبارك نفسه. خلال العامين اللذين أمضيتموها في مصر، ما هي الأحداث الهامة التي علقت في ذاكرتكم؟ كان هناك الكثير من الأحداث المثيرة. على سبيل المثال، ذهبت مرة إلى المنطقة التي اخترق فيها الإسرائيليون فيما بعد الدفاعات بين البحيرتين، وهي بقعة رجراجة في منطقة قناة السويس تم اختراقها لاحقا في عام 1973. كنت في عام 1971 أشعر بأن الإسرائيليين يمكن أن يستخدموا هذه الفجوة بين الجيشين الثاني والثالث، وسعيت إلى وضع تغطية وحماية هناك. ذهبت وتفقدت الموقع، فرأيت أن المصريين وضعوا هناك كتيبة كانت قد جاءت من الكويت. الكتيبة عندنا تتكون عادة من 500 إلى 600 عنصر، أما هذه الكتيبة فكانت تضم ما بين 1500 إلى 2000 عنصر. كلهم كويتيون؟ نعم، كويتيون، كتيبة كويتية، علما بأن لدى كل ضابط 3 من العاملين على خدمته يغسلون قدميه ويعدون له الطعام، فليست هناك تغذية مركزية. كل واحد يتلقى مخصصات طعام ويأكل على هواه، ولكل جندي في الكتيبة أجير يخدمه من المتعاقدين. الضباط يقيمون في خيام ولديهم ثلاجات ومكيفات هواء وكل مستلزمات الحياة. رأيتم هذه القوات بنفسكم؟ نعم، لأول مرة أرى مثل هذه القوات، وأدركت أن هذه القوات المدللة من المأجورين ليست قادرة على خوض المعارك بالشكل المطلوب. وبالفعل فقد لاذوا بالفرار مع أول إطلاق للنار من قبل القوات الإسرائيلية. وللحقيقة كان هناك كثير ممن آثروا واغتنوا من الحرب. ذات مرة فقدت دفاع عن بورسعيد وخصوصا ضد الغطاسين، فهناك 5 أو 6 سفن سوفيتية ويجب حمايتها من هؤلاء الغطاسين كي لا ينسفوها. ورأيت أن هذه السفن الهامة جدا بدون حراسة تقريبا، بينما تقف 4 كتائب من الرينجرز في حراسة أطراف بورسعيد. غضبت أشد الغضب، ولم أفهم هذه الأمور حتى قال لي السائق المصري: يا سيادة الجنرال، إن لقائد الجيش هناك معملا للأثاث. يراقبون معمل الأثاث ويعملون هناك، ولهذا الناس في الحرب يعيشون بطرق مختلفة. سيادة الجنرال، آخر ما أود أن نسألكم عنه، ونحن نعود طبعا إلى عامي 71 و72، هل كان برأيكم قرار السادات بالابتعاد التدريجي عن الاتحاد السوفيتي وإبعاد المستشارين السوفيت والتوجه صوب الولايات المتحدة الأمريكية فشلا للدبلوماسية السوفيتية برأيكم؟ أظن أنه كان خطأ في حساب جميع الخطوات من وجهة نظر التعامل السياسي. فلو كنا قد نجحنا سياسيا في جعل أنور السادات يطبق سياسة موالية للسوفيت للروس، لكان بالإمكان حل المهمات. وعلى فكرة، كانت لدينا فرصة لإسناد ودعم أشخاص آخرين تماما من المقربين إلى جمال عبد الناصر. تقصدون المعارضة في ذاك الوقت؟ نعم، كان بوسعنا أن نساند الفريق محمد فوزي وغيره، إلا أننا وثقنا بأنور السادات. هل كانت غلطة هذه باعتقادكم؟ أغلب الظن نعم، فقد بعث محمد فوزي إلى موسكو مباشرة رسالة قال فيها إنه يؤيد الاتحاد السوفيتي بالكامل
ولم يصدقوه؟ وإنه الوحيد القادر على القيام بكل ما يلزم. أنا نفسي رافقته إلى موسكو، رافقناهم إلى موسكو الواحدة تلو الآخر للمباحثات مع قيادتنا، إلى أن خيارها وقع على أنور السادات. ألم يكن الخطأ كذلك في عدم وجود اتصالات مباشرة بين الحكومة السوفيتية والقيادة المصرية، على خلاف الاتصالات المباشرة بين كيسنجر والسادات، عن وجود نظام بيروقراطي منتفخ في الاتحاد السوفيتي آنذاك؟ لا حيلة في الأمر. الدولة الكبيرة كالسفينة الكبيرة، لابد من وجود عدد كبير من الملاحين على متنها. شكرا جزيلا لكم سيادة الجنرال على هذا الحوار الهام للغاية. شكرا لكم. شكرا. والآن ما هي تلك النقطة التي تحدثتم عنها؟ كنا ذات مرة نشرب الشاي مع محمد صادق بعد أحد الاجتماعات، وبدأ كعادته برواية النكت المنتشرة في إسرائيل عن أسلحتنا، وبدأت أستاء من الأمر، فقلت له دعني أروي لك هذه النكتة. ذات مرة تزوج تاجر فارسي من فتاة في 16 من العمر كما هي العادة عندهم، وفي ليلة الدخلة لم يتمكن أن يفعل شيئا، فاستدعى خادمه جحا وقال له: لقد أخفقت ولا أستطيع فعل شيء، فخذ الفانوس وأنر لي المكان. أنار جحا، ومع ذلك أخفق التاجر من جديد، فقال لجحا: جرب أنت إذن وأنا أنير. جرب جحا ونجح، وعند ذاك رفعه التاجر وصفعه على خده قائلا: انظر يا أحمق، كيف كان يجب عليك أن تنير. فسألني صادق: ماذا قصدت بهذه الحكاية؟ فقلت: لكي تحصل على النتائج لا يكفيك امتلاك السلاح فحسب، بل يجب أن تكون لديك رغبة في القتال، وأن تجيد استخدام السلاح الذي بين يديك.